النهاردة جاية لكم بطريقة جميلة جدا لشوي السمك. هنشويه بالعيش، والله شوياه بالعيش. لو عايزين تشوفوا الطريقة السمك المشوي اللي في منتهى الجمال ده، تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معايا النهاردة هنعمل مع بعض السمك المشوي بالعيش زي ما قلت لكم. والله هنعمله بالعيش يا جماعة. اللي معايا دوت مش ردة، دوت عيش. بجيبه بحمصه في الفرن معايا، وبعد كده بكسره وبحطه في المطحنة بتاعة الخلاط بتاعة التوابل، وبطحنه لحد ما يبقى معايا ناعم بالشكل ده كده اهوت. تمام. بستخدمه بقى بتبل بيه اللحوم او الفراخ. يعني بيبقى معايا متبل وبيتقلي تمام، بيبقى جميل جدا معايا. تمام. معايا السمك بتاعي بنضفه، بفتح بطنه وبنضفه كويس جدا زي ما شايفين كده اهوت. طبعا عندك السمك ممكن انت تعمليه المشوي بتنضفيه، وممكن تعمليه مقفول زي ما هو. تمام. انا عامله عندي مقفول وعامله عندي مفتوح زي ما شايفين كده. بنحط جواه ملح تمام، وبنتبله كويس جدا بالشكل ده كده اهوت، بيبقى جميل جدا. طبعا على حسب ما بتحبي السمك مقفول او مفتوح. تمام. تبلته، حطيت بس جواه ملح عشان يبقى متملح كده وحلو جدا معايا. بجيب العيش اللي هو العيش المطحون بتاعي الجميل جدا ده، بيدي طعم جميل جدا للسمك المشوي. وطبعا ما شاء الله شايفين بيمسك كويس جدا معايا ازاي على السمك، من غير ما يخليه يقع ولا اي حاجة خالص، بعكس الرد تماما. بيمسك معايا في السمكية كده اهوت. من جميع الاتجاهات بتاعت السمكية بنغلف السمكية كلها معايا بالشكل دوت. معايا دلوقتي الصاجة بتاعتي شوي عليها سمك، طبعا سخنة معايا تماما زي ما احنا شايفين كده اهوت. طبعا بتحطي ملح على الصاجة. طبعا الملح ميزته كمان ان بيخليلك السمك ما يلزقش معاكي. فهنحط معانا دلوقتي حوالي معلقة ملح عادي جدا، مش لازم ان هو خشن ولا حاجة، ملح ناعم عادي جدا. ملح كده بنحط منه تحت السمك، يخليلك السمك ولا يلزق ولا اي حاجة خالص. بيدي كمان طعم حلو جدا للسمك بتاعك، بيخليه الملح بتاعه مظبوط وما بيبقاش عادب ولا حاجة. بنشوي السمك طبعا كمان ما بيخليلكيش دخان كتير بيطلع من السمك ولا حاجة، يعني بيبقى دخان شايفين بيبقى بسيط، وبياخد لون معاكي جميل جدا ومش بيلزق. الملح بيساعد ان السمكية اصلا ما تلزقش. وكمان طريقة العيش الجميلة ديت بتخليهولنا ان هو ما بيلزقش معانا، يعني ما تقلقيش خالص. شايفين السهولة واحنا بنقلب ما شاء الله السمك مش لازق ولا حاجة ولا بيتهري ولا اي حاجة خالص. طبعا انتي لما بتشوي السمك في البيت بيبقى افضل، بتبقي فاتحة الشفاط وبيشيل الدخان بتاع السمك بتاعك. تمام. بتشوي بقى من الجهة ديت ومن الجهة التانية. اللهم بارك، تحفة جدا. النار معاكي تكون عالية عشان يستوي معاكي، وتضغطي طبعا عن ناحية الراس بتاعت السمك عشان السمك بتاعك يستوي كويس جدا. طبعا حبايبي نشوف السمك، شايفين ما شاء الله واحنا بنحرك السمك ما شاء الله بيتحرك معانا مش لازق في الصاجة. يبقى ده نجاح السمك بالطريقة دي، تحفة جدا. شايف اطعم السمك هتاكليه بالطريقة ديت. طبعا انا دورت كتير جدا حقيقي على الردة، مش لاقياها، مش لاقي ردة خالص يعني حقيقي. فقلت هعمل ايه، وما ينفعش اشوي بالدقيق الابيض، ما برتاحلوش بصراحة. فقلت لا، لازم الواحد يعمل حاجة من البيت. وفعلا كان عندي اصلا
اللي هو العيش المتحمص المطحون، تمام. ده ببقى مخليه عندي بعمل بيه، يعني بتعامل معاه زي الفيجيتار، بيتضاف له شويه مكونات كده حلوه، وبيبقى معايا اجمل فيجيتار. يتقلى بقى بيه البانيه، يتقلى بيه الفراخ الكنتاكي، يتقلى بيه الحاجات الحلوه. لازم السمك يتسوى من جميع الاتجاهات. لازم تضمني تسويه ممتازه للسمك بتاعك. مبدئيا كمان لو هتعملي سمك متلج مجمد، تمام، يستحسن ما تعملوش بالتلج بتاعه علشان تضمني ان هو استوى كويس جدا. لو عملتيه بالتلج بتاعه للاسف هياخد لون بس من بره، من جوه هتلاقي فيه دم ومش هيبقى مستوي. الطريقه دي اضمن طريقه. بتجيبي السمك بتاعك، بتنقعيه في ميه، ينزل الميه بتاعته، بتغسليه كويس جدا من عند الخياشيم بتاعته، تمام. يبقى معاكي السمك تضمني تسويه، بتتعاملي معاه معامله السمك الطازه، تمام. لو هتجيبي سمك طازه عادي جدا مش مجمد، بتجيبيه برضك بتغسليه كويس جدا. اهم شيء يتغسل من عند الخياشيم، لان طبعا هو ده اللي بيدينا زفاره وريحه مش حلوه خالص في البيت. في البيت في ريحه دخان حاجه بسيطه جدا، بس مش بزفاره. مش السمك ملهوش ريحه زفره، تمام، يعني ريحته حلوه، محدش هيتضايق من ريحته. طبعا بتبقي فاتحه الشبابيك بتاعتك لان اكيد هيعمل دخان. شايفه السمك بسم الله ما شاء الله بيتقلب معاكي ولا بيتهري ولا اي حاجه خالص. اللهم بارك، حاجه كده تحفه، شويه سمك زي العسل. كل اللي هياكل السمك بالطريقه دي هتعجبه الطريقه، وهيقولك انت عاملاه ازاي. يعني الطعم بتاعه جميل جدا، الشوي بتاعه رهيب، اطعم من الرده بكتير. طبعا حبايبي السمك اهو معايا بسم الله ما شاء الله بعد ما اتشوى معايا بالشكل الجميل ده كده. اللهم بارك، ولا مهري ولا اي حاجه خالص، تحفه وجميل جدا. هنبدا دلوقتي هنعمل له، اول ما بيطلع على طول برش عليه ملح. يعني انا عندي السمك اللي تحت رش عليه ملح، تمام. لسه بس السمكتين اللي فوق بس هما اللي هرش عليهم ملح. ببدا ان انا باخد من الملح كده معايا اهو كده، بسم الله كده. ترشي على السمك بتاعك كله، ما تقلقيش، مش هيبقى حادق ولا حاجه، هيبقى تحفه جدا معاكي بالشكل ده كله، خصوصا ان السمك معاكي سخن لسه، تمام. وتجيبي تعصري عليه ليمون بالشكل الجميل ده كده على السمك. ده افضل طريقه للسمك، هيخلي لك السمك بتاعك تحفه جدا. وطبعا في طبق التقديم بتاعك بتبداي انك تاخدي السمك بالشكل ده كده اهو، وهتبداي تعصري على الوش التاني بالشكل ده كده. شايفه ازاي؟ بالطريقه دي بتخلصي كل كميه السمك بتاعتك بالطريقه ديت كده. تعملي الوش الاولاني، طبعا بتظبطي الملح بتاعك على السمك، كل اللي ده مش هتلاقي له اثر، هتلاقي السمك اللحم بتاعه بيشرب الملح وبيبقى معاكي اللهم بارك. بتعملي خلف خلاف، يعني مثلا انت عامله السمك الراس بتاعته من الناحيه دي، يبقى اللي بعده الطبقه التانية بتبقى الناحيه ديت. شايفين ازاي اهو؟ وبنرش ليمون، بنعصر ليمون كده عشان يبقى السمك بتاعك كده شارب من الليمون ويبقى جميل، اطعم من المطاعم بمراحل. بالشكل الجميل ده كده.
طبعا اي نوع ليمون موجود متوفر عندك بتحطيه. الليمون السوري جميل جدا على فكرة، ويستحسن لو عندك الليمون البلدي بتاعنا المصري الجميل. بنحط السمك كده، اللهم بارك. كده بالشكل الجميل ده كده تحفة. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الإشعارات على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.